العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 41 من دروس شرح الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن بكاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم هو اليوم 24 من شهر جمادى الثانية عام 38 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. هذا حديث إخواني بارك الله فيكم حديث صحيح، أخرجه الإمام الترمذي في هذا الكتاب، ورواه من أصحاب الكتب الستة الإمام أبو داود والنسائي، ورواه غير واحد من علماء الإسلام في مصنفاتهم. وهذا الحديث حديث جليل يبين صفة بكاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام الترمذي رحمه الله إنما أورد هذا الباب بعد باب قراءة القرآن، قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين لنا أن القراءة المؤثرة هي التي تلامس شغاف القلوب، لأن المعتاد أن الإنسان إذا قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وتمعن في معاني آياته فإن ذلك يحدث له خشوعا، وذلك الخشوع يؤدي إلى البكاء. وهذا البكاء إنما ينتج عن أمور. الأمر الأول ينتج عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، فإذا قرأ الإنسان الآيات التي تتحدث عن الوعيد الشديد وما يحدث للمقصرين وما إلى ذلك، فإنه يتذكر تقصيره وبعده عن تطبيق ما أمر الله عز وجل أن نطبقه، ويتذكر ذنوبه ومعاصيه، فيحدث له ذلك خشوعا وبكاء. وقد يبكي المرء شوقا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنته وإلى ما عنده، أو شوقا إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، أو شوقا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، إلى غير ذلك من المعاني التي تحرك القلوب. وقد يبكي المرء تأثرا وتألما لموت حبيب أو فراقه، أو تأثرا بالبعد عن حبيب من الأحباب، أو موقف من المواقف الذي يؤثر في النفوس، كأن يرى أخاه يتعذب وأخته تتعذب، أو يرى أحداثا لا قبل للمرء بها، إلى غير ذلك من الأمور التي تحدث الإنسان رقة في القلب، فينتج عن ذلك البكاء. هذه بعض أسباب البكاء. ولذلك لما كانت القراءة الحقيقية إذا سمعوا آيات الله خروا سجدا وبكيا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهذا المعنى من المعاني الجليلة التي ذكر الله عز وجل بها من سبقنا من الأمم، وأنهم كانوا إذا سمعوا آيات الله يخرون ساجدين باكين من خشية الله سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. فكتاب الله سبحانه وتعالى معانيه وآياته وما فيه من العبر، بل ما فيه من كونه كلام الله سبحانه وتعالى، يبعث المرء على أن يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى إذا قرأ آيات الله عز وجل بتمعن وبخشوع أما يعني إذا كان يقرأ قراءة الهذ وقراءة مرور الكرام على الآيات فإن ذلك لا يؤثر يعني بحال من الأحوال. لما نتحدث نحن عن القراءة التي لها تأثير، أما القراءة التي لا تأثير لها فهذه ليست من حديثنا. فقد عرف عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بكاؤه في العديد من المواضع، وعرف عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا سريع الدمع، ووصف أبو بكر رضي الله عنه بكونه رجلا أسيفا، يعني أنه لا يتمالك نفسه من البكاء عند سماع كلام الله أو عند تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فأمنا عائشة رضي الله عنها لما قيل لها مري أبا بكر فليصلي بالناس قالت إن أبا بكر رجل أسيف، يعني أنه لين القلب فلا يفهم الناس قراءته من شدة بكائه. وكان أبو بكر رضي الله عنه لما كان في مكة بنى في فناء بيته مسجدا، فكان يصلي فيه يقوم الليل، فكان النساء والأطفال يتقصفون إلى بيته وينصتون إليه وهو يبكي ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، فيؤثر ذلك فيهم تأثيرا عظيما، مما بعث قريشا على أن تطلب من ابن الدغنة الذي كان يحمي أبا بكر رضي الله عنه بأن ينهاه عن ذلك. وعرف الصحابة أيضا بهذا الخشوع وهذا البكاء، حتى إن عمر رضي الله عنه على شدته خوف الصحابة منه كان سريع الدمعة رضي الله عنه. وقد عرف عنه أنه كان يصلي فيمر بالآية من التخويف والوعيد فيعني يؤثر ذلك فيه حتى يعاد، يعني يعوده الناس من المرض من تأثير الآيات التي تلاها. وكان إذا قرأ سورة يوسف يسمع نشيجه من آخر المسجد عندما يتلو قوله سبحانه وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني عند قول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وبالجملة قد كان هذا حال الصحب الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كان هذا حال الصحب الكرام وكان حال السلف رضي الله عنهم، وكان حال الصالحين من هذه الأمة أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وكان هذا حال أهل الكتاب أيضا الذين لم تتلوث فطرتهم بالانحرافات، قد وصفهم الله سبحانه وتعالى خاصة النصارى. قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فيقال إن هذا هو حال النجاشي وأصحابه، فإن النجاشي وأصحابه لما تلا عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه
صدرا من سورة مريم كافها يا عين صاد حصل لهم خشوع شديد واخضلت مصاحفهم ولحاهم بدموعهم. بكى النجاشي وبكى قساوسته لما سمعوا ما تلاه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في سورة مريم عليه السلام. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه كان يبكي من خشية الله في قيام الليل، وثبت عنه أيضا أنه كان يأمر بعض أصحابه بتلاوة كتاب الله فيبكي لما يسمعه من كلام الله عز وجل. وثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه البكاء عند موت حبيب من أحبابه من صحابته ومن أهل بيته. فهذا كله ثابت مما يدل على رقة قلبه صلى الله عليه وسلم وعلى عاطفته الجياشة، وكما يقال اليوم على إنسانيته صلى الله عليه وسلم، إنه هذا الخلق العظيم وهو البكاء عند فراق الأحبة وعند بل يعني ثبت أيضا عن عن كثير من الناس البكاء من الفرح، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيصحبه معه في الهجرة بكى من الفرح. قالت لم أكن أعرف أن أحدا يبكي من الفرح. وفعلا نحن نبكي من الفرح في بعض الأحوال، إذا سمعت بانتصار المسلمين أو سمعت بهزيمة كبار أعداء الله أو سمعت بخبر سعيد مفرح، هذا كله يبعثك على أن تبكي من الفرح. ولذلك فرقوا بين دموع الحزن فإنها تكون حارة ساخنة، ودموع الفرح فإنها تكون باردة. هكذا قالوا لاختلاف أسباب البكاء. دعنا نقرأ الأحاديث التي معنا لنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يتفاعل وما هي أسباب بكائه صلوات ربي وسلامه. هنا يقول إن مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول إنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، والمرجل مثل الإبريق إذا فاض وبدأ يغلي فإنك تسمع بقبقة له. وهكذا الحال إذا بكى الإنسان وكظم ذلك البكاء، البكاء الطيب هو الذي لا يكون معه لا نواح ولا صوت ولا ما إلى ذلك. أما ليس من طبيعة الرجل أن يبكي وينوح ويصوت، هذا ليس من طبيعة الرجال، بل ولا النساء لهن الحق في ذلك. النواح والشهيق وما إلى ذلك من الأمور القبيحة التي تدل على نوع من التسخط على أقدار الله أو على مراد الله سبحانه وتعالى. لكن المسلم سبحان الله يمسك نفسه، وذلك يؤدي إلى تصاعد صدره وتصاعد نفسه فيحدث صوتا كصوت المرجل، وذلك أشد ما يكون من البكاء. الإنسان سبحان الله إذا دمعت عينه لا يكون البكاء شديدا، لكن إذا اهتز صدره وظهر كالمرجل فذلك بكاء شديد. طيب هنا سؤال: ما الذي يبعث النبي صلى الله عليه وسلم على البكاء؟ وما الذي يبعث الأنبياء جميعا على البكاء؟ ألسنا نقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مغفور لهم وذنوبهم مغفورة وأصلهم معصومون من الذنوب والمعاصي؟ فلماذا الخوف؟ والجواب أن يقال
إن المرء كلما كان أقرب لله سبحانه وتعالى كلما كان أشد خوفا وهيبة منه عز وجل. وبكاء الأنبياء ليس عن ذنوب اقترفوها ولا عن معاصي ارتكبوها، إنما هو حال دون حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله أكثر من 100 مرة. فالأنبياء في حالة ترق، وكما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فإذا رأى حالا أدون من الحال التي يريدها فإن ذلك يحدث له خشية وخوفا من الله عز وجل. والعارفون بالله سبحانه وتعالى، يعني انظروا ماذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إن المؤمن يرى ذنبه كجبل فوق رأسه فهو يخشى أن يقع عليه، وإن المنافق ليرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بدي هكذا وهكذا. بعض الصالحين إذا فاته ورده من قيام الليل أو فاته صلاة الصبح في المسجد أو خرج وقت صلاة الصبح لنوم نامه فإنه يبكي ويتأثر لذلك لما فاته من الخير. هذه حال النفوس الرقيقة اللطيفة التي تستشعر خوفها من الله وتأخذ الدين بالجد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وأما الذين يأخذون الدين بالهزل واللعب فلا يبالي، حتى إنه لا يبالي إذا ذهبت عليه صلاته وذهب عليه كثير من الأمور. والناس من أهل الدنيا يبكون لفوات صفقة تجارية أو لضياع منتخب رياضي وإقصائه من اللعب أو ما إلى ذلك. وإذا فاتهم دينهم فإنهم لا يرفعون رأسا بذلك. وهنا يظهر المؤمن الصادق من المتلاعب بدينه، المؤمن الصادق من المتلاعب بدينه. وهنا يظهر الامتحان، سبحان الله العظيم. حدثنا محمود بن غيلان عن معاوية بن هشام قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هي الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الرسول يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان، يعني تسيلان بالدمع. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، ورواه أيضا الترمذي في صحيح في سننه. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من بعض أصحابه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أقرأ الصحابة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو ابن مسعود. وهذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، هذه تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها المنزلة العظيمة
التي أعطاها الله سبحانه وتعالى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها ما عليه أهل الكفر. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. منظر، وضع رهيب. هذا الوضع الرهيب، ثم المنزلة العظيمة التي أعطاها الله الحبيب صلى الله عليه وسلم أحدثت للحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الشعور الذي جعل عينيه الكريمتين تفيضان بالدمع. وفيه أيضا أن العلم يؤخذ إما عرضا أو سماعا، يعني إما أن تسمع الشيخ أو تقرأ عليه وهو يسمع. فهاتان طريقتان صحيحتان لطلب العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الصحابة ثم قرأوا عليه وسمعوا منهم. وإنما استغرب عبد الله بن مسعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فهو يعرفه ويحفظه، ومع ذلك طلب من ابن مسعود أن يقرأه عليه. ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فابن مسعود قرأ صدرا من سورة النساء حتى وصل لهذه الآية. الآيات الأولى من سورة النساء يعني فيها أحكام فقهية ليست يعني ليست من الأحكام التي تذكر بالآخرة أو ما إلى ذلك، لأنها تتحدث عن أحكام الزواج والميراث وما إلى ذلك من الآيات. لكن هنا هذه الآية تحدثت عن أحوال يوم القيامة، وهي أحوال عظيمة رهيبة، فلذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، رب ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. هذا حديث عظيم في ذكر صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف هي صلاة شرعها الله سبحانه وتعالى إذا كسفت الشمس، وعليها قاس العلماء خسوف القمر أيضا. الحديث الذي أوردناه رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي والحافظ بن حجر وغير واحد من علماء الإسلام. حاصل هذا الحديث أن اليوم الذي توفي فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الليلة التي توفي فيها من الغد انكسفت الشمس. يقال إن هذا كان في السنة 10 من الهجرة، يعني قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام. وفي ذلك والصحابة تعجبوا وقالوا لعل هذا من هذا، يعني هذا أمر عظيم، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فكسفت الشمس لموته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص على أن يرسخ العقيدة في قلوب الصحب الكرام رضي الله عنهم، أولا فزع إلى الصلاة، صلاة الكسوف. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الرحمن أو آيتان من آيات الله.
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصوم والصدقة. هذا فيه أن عذاب الله لا يرفع إلا بالصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ففي فائدة عظيمة، وهي أن الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب البلاء، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا الأمر سبحان الله يعني في كتب الله عز وجل، لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الأسفار المقدسة، أمر مقرر أن البلاء والمصائب والكوارث التي تنزل على الناس فهي بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. ولذلك أمرنا عند ظهور الآيات أن نفزع إلى الصلاة والصوم والصدقة. ولذلك أيضا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيوم يقلق، يدخل ويخرج وكذا. فتقول عائشة رضي الله عنها الناس يفرحون إذا رأوا الغيم وكذا، يعني يقولون هذا الغيث. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عذب أقواما بذلك، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فهذه الريح قد تكون عذابا وقد تكون مصيبة. وهذا الكلام لماذا أقوله لأن طائفة من العلمانيين والحداثيين وتابعهم على ذلك بعض المتدينين انهزاما وخنوعا لا يتقبلون أن تقول لهم إنما يحدث لنا من البلايا والرزايا فهي بما كسبت أيدينا. لماذا؟ لأنهم ينزعجون من كل من يذكرهم بسوء أفعالهم. وفي هذه الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا به رأى الجنة رأي عين، حتى إنه كاد يأخذ منها قطفا من العنب، قال ولو أعطيتكموه لما شبعتم منه لما انقضى إلى آخر الدهر. وتكعكع مرة أخرى فقال إنه رأى النار ولهيبها فرجع إلى الوراء. آله وسلم حدث له هذا الخشوع الشديد والبكاء، حتى إنه كان ينفخ ويدعو الله سبحانه وتعالى. قال بعض أهل العلم كأنه ظن أن القيامة قد قامت، ثم استبعدوا هذا، قال كيف تقول أن القيامة قد قامت ولم يتحقق شيء من أشراط الساعة؟ قال آخرون لا، بل تصور كأن بدايات أشراط الساعة قد بدأت، وهذا أقرب. المهم أنه صلى الله عليه وسلم خشي من أمر عظيم، وهذا لشدة قربه من الله سبحانه وتعالى. فإن النفوس القريبة من الله تخشى الله عز وجل، والنفوس البعيدة لا تبالي وتنكر أن يكون الشيء من عند الله سبحانه وتعالى، تنكر أن يكون عقوبة لأفعالها، تقول ماذا فعلت أنا ما فعلت شيئا، أنا إنسان طيب، أنا إنسان كذا، ويزكون أنفسهم. يعني سبحان الله العظيم، تجد أفسق البشر يزكي نفسه، وأتقى البشر يتهم نفسه بالمعاصي والذنوب والبعد عن الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم العقيدة، وأن هذه يعني الشمس والقمر وما إلى ذلك لا علاقة لها لا بموت أحد ولا بحياته، ولا أمور لا علاقة لها بما يحدث. أحوال كونية
لا علاقة لها بما يحدث في الكون. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها، وهي أم كلثوم بنته رضي الله عنها، وكانت الزوجة الثانية لعثمان بن عفان رضي الله عنه. فوضعها بين يديه فماتت بين يديه، فماتت هي وهي بين يديه. وصاحت أم أيمن رضي الله عنها. أم أيمن بركة الحبشية، وهي مربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لها إنها أمي بعد أمي، وكان يعظمها ويحبها. وزوجها لزيد بن حارثة رضي الله عنه فولدت له أسامة، فهي أم أسامة بن زيد. وإنما قيل لها أم أيمن لأنها كانت متزوجة برجل آخر هو أبو أيمن، وولدت منه أيمن. وأيمن هذا قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وكان من الذين صبروا ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن هاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وهي التي أتت برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت أمه، أتت به إلى مكة، فهي مربيته. وكانت في بعض الأحيان يعني تصخب عليه، يعني قد يعني ترى منه أمرا كالأم، يعني مثلا مرة كان صائما فصخبت عليه، قالت كيف تصوم وكذا وأن تتعب نفسك، يعني كالأم يعني. فتقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعني. وبقيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توفيت أظن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فصرخت وصاحت أم أيمن رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ألست أراك تبكي، يعني أنت أيضا تبكي. قال إني لست أبكي إنما هي رحمة، يعني هذا ليس بكاء جزعا أو تسخطا على ما يحدث، هي رحمة، بنت عزيزة عليه، فشعر بفراقها وحبها وما يعني نالها من التعب والإرهاق من المرض، ثم ماتت يعني وهي شابة. هذا كله بعثه صلى الله عليه وسلم على البكاء بأبيه وأمه. إن المؤمن بكل خير على كل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. هذا الحديث أخرجه النسائي وغير واحد من العلماء، وحسنه شيخنا الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تبارك وتعالى. وقد اختلف العلماء في هذه البنت من هي. منهم من قال إنها أمامة بنت زينب، وهذا غير صحيح، فإن أمامة لم تمت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمامة كبرت حتى تزوجها علي بعد وفاة فاطمة عليه السلام، فإذا هذا قول مستبعد حقيقة. والصواب أن يقال إنها أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو غيرها، يعني اختلف العلماء يعني في من هي بالضبط، لأن التي هي ابنته سيأتي ذكرها في آخر الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال بعض أهل العلم لعلها أحد أولاده فذكر فأخطأ الراوي فقال ابنته وهي ابنه، كالقاسم أو يعني عبد الله أو إبراهيم نفسه الذي توفي في آخر حياته. المهم يعني أحد أبنائه، أو هي حفيدته أمامة لكنها لم تمت، يعني تقعقع نفسها وكادت تموت فحزن عليها وذرفت دموعه، لكن لم تمت، نجاها الله من الموت. هذا قاله أيضا بعض الشراح. المهم قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال وعيناه تهراقان. عثمان بن مظعون هذا حديث أيضا رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح. وعثمان بن مظعون من الرعيل الأول من الصحابة، وهو خال عبد الله بن عمر، لأن عمر رضي الله عنه تزوج أخته، وكان
كان له أخ آخر مشهور قدامة بن مضعون، وهو الذي جلده عمر في الخمر لما تأول شربها على أنه من الطيبات. قدامة بن عثمان بن مضعون توفي في أوائل الهجرة إلى المدينة، وحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا يعني بقي في خاطره يعني منه، وبكى عليه وعلم قبره بحجرة وقال أعلم بها قبر أخي وأدفن عنده من مات من أهلي. فإذا بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون. هذا كله دليل على أنه لا بأس بالبكاء على من تحب إذا مات، لكن من غير الصوت ولا جزع. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال أخبرنا فليح وهو بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. قال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه أنا. قال انزل فنزل في قبرها. هذا حديث في البخاري وغيره من كتب أهل العلم. حاصل هذا الحديث أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت. من هي؟ الراجح أنها أم كلثوم رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليها، وهذا أمر طبيعي جدا أن تحزن على ابنتك الشابة التي توفيت. وأنه صلى الله عليه وسلم قال من منكم لم يقارف؟ قيل يعني لم يذنب هذه الليلة، وقيل يعني لم يقترن لم يجامع زوجته حتى يكون أبعد عن أمور الدنيا وأمور النساء وما إلى ذلك. وإنما رجحوا هذا الأمر قالوا لأنه يستبعد جدا أن يكون أبو طلحة يزكي نفسه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا لم أذنب هذه الليلة. طب الجميع يمكن أن يقولوا إنهم لم يذنبوا، فإذا يستبعد هذا الأمر. وهناك كلام قيل في هذا الموضوع أن سببه كذا وكذا من المسائل، لا أريد أن أذكر ذلك، وإن كان بعض الشراح ذكر ذلك. وأبو طلحة هو زيد بن سهل النجاري الأنصاري، وهو زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو مربي أنس بن مالك وابن عم والده، وكان من الصحابة القلائل الشجعان، ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد دفاعا شديدا، حتى إنه كان يقول نحري دون نحرك يا رسول الله ووجهي دون وجهك يا رسول الله، وكان راميا. وقتل يوم حنين 10 من الكفار وسلبهم. المهم كان من أبطال الصحابة وفرسانهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبهذا نختم درسنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. وأختم بآية أيضا لها تعلق بهذا الباب، وهي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الإسراء وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو الشاهد من الموضوع، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الإنصات لكتابه الكريم ويرزقنا الخشوع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.